مرحبا، أنا أخوكم كابتن ماجد. ما تلاحظوا الفرق الكبيرة بتيجي بتقدم مباريات قوية وبتنتصر في مباريات قد لا يرى البعض إنه من الممكن الانتصار فيها؟ بيلعبوا مباريات قوية جدا بيحققوا انتصارات فيها، مجموعة كبيرة من المباريات والضغط الهائل اللي بيحصل عليهم، رغم ذلك بينتصروا في المباريات. الفرق الكبيرة مرة أتكلم الأندية العالمية، خاصة أنا أتكلم في كرة القدم الأوروبية، عندنا مثالين يعتبروا من أفضل الأمثلة اللي ممكن الواحد يستشهد فيهم: ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. حاليا أنا أعتبر الفريقين هذول من أقوى الفرق في العالم، وهم المرشحين للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا. طيب إيش السر وراء هذا كله؟ ليش الانتصارات المتتالية هذه؟ ليش النتائج الإيجابية وراء بعضها؟ حتى النتائج السلبية عندهم ما بتكون كثيرة، مجرد تكون خسارة أو تعادل في واحدة من المباريات، بعد كده بيرجع، يعني مثلا خسارة أو تعادل في مباراتين ثلاثة ثم الرجوع إلى سكة الانتصارات. طيب أنا تكلمت سابقا عن حالة تصيب الرياضيين وهي حالة الدروب. خليني أوضح معلومة معينة. الحديث عن الرياضيين يكون فيه عوامل مشتركة كثيرة جدا ما بين الرياضيين، بمعنى أنه في كثير من الحالات الرياضية وفي كثير من التقنيات الرياضية هي مشتركة ما بين لاعبين من رياضات في مختلف مجالات الرياضة، في كرة القدم، في كرة السلة، في التنس، في المصارعة، في الملاكمة، في كمال الأجسام، في التايكوندو، في الكاراتيه. لذلك لما يجي لاعب أو فريق يستمد تقنية معينة من رياضة أخرى، وبالتالي هذه التقنية ممكن أنه يسخرها لكرة القدم اللي هو المجال اللي احنا بنتكلم عنه، وهذه التقنية تؤتي أكلها، بمعنى أنها تكون مفيدة جدا للفريق وللاعبين في كرة القدم، بمعنى أنها تكون ذات نتائج إيجابية وذات فائدة. فهذا يعتبر نوع من أنواع التطوير الكبير اللي أدخله الجهاز الفني والإداري على اللاعبين. خلينا نتكلم عن التقنية اللي أنا راح أركز عليها في هذه الحلقة. المشكلة اللي تواجه العديد من اللاعبين مش بس في كرة القدم، في رياضات أخرى، هي مشكلة الدروب. أنا تكلمت سابقا عن مشكلة الدروب وقلت إنه هي حالة تصيب الرياضي. عشان أشرحها باختصار شديد، حالة الدروب هي إنه جسمك يعمل قفلة، ما يبغى يتمرن، ما يبغى يمارس رياضة. مش لأنه إنك أنت ما نمت امبارح أو لأنك أنت متأثر جسديا أو نفسيا أو ذهنيا، لا، أنت ممكن تكون نمت كويس وماشي على نظام نوم وصحيان ممتاز جدا، وماشي على نظام غذائي ممتاز جدا، وريحت جسمك ما فيه الكفاية، وأخذت قسط كافي من النوم، وأخذت قسط كافي من الغذاء، ولكن بعد فترة معينة وعلى المدار الطويل، وهذا اللي أنا بتكلم عنه تحديدا، ركز لي على هذه الجملة، وعلى المدار الطويل يحصل الدروب، بمعنى أنه جسمك يبغى راحة على المدار الطويل. أنت ممكن تتعامل مع جسمك بطريقتين، على المدار القصير وعلى المدار الطويل. على المدار القصير انك انت تعطيه مجهود لفترات معينة على مدار قصير، وبالتالي الراحة تكون ايضا على المدى القصير، ولكن يوجد مجهود تراكمي وعلى المدى الطويل. فهذا هنا لما انت ما بتكون عارف الشيء هذا وما بتعطيه الراحة اللي هي تكون لازمة له ويكون محتاجها على المدى الطويل، هنا تحصل حالة الدروب. بالنسبة للاعبين سواء لاعبين فرديين أو جماعيين، وهنا راح نتكلم تحديدا عن كرة القدم، وهنا لو تكلمنا عن الرياضات بشكل عام، أنت كلاعب رياضي عارف أنك أنت ممكن يحصل معك دروب في أي لحظة أو في الفترة القادمة، لأنك أنت أجهدت نفسك في التمارين وضغطت على جسمك وضغطت على ذهنك وعقلك وأعصابك وعضلاتك. طيب أنت في الفترة القادمة مثلا عندك استحقاق، عندك بطولة، عندك ضغط مباريات، عندك ضغط استحقاقات، قد تحصل ظروف معينة تغير مواعيد المباريات، تغير مواعيد الاستحقاقات الرياضية، مثل حالة كورونا، مثل مونديال كأس العالم اللي راح يقام بعد كم يوم في دولة قطر. انت خايف انه تحصل معك حالة الدروب في اثناء هذه البطولة، بينما انه هذه البطولة هي اكثر شيء انت منتظره، تبغى تقدم مستوى كبير في هذه البطولة، خاصة الفرق الكبيرة وخاصة اللاعبين الكبار، أمنيتهم الأساسية إنهم يقدموا أفضل ما عندهم في هذه البطولات، على اعتبار إنه في هذه البطولات راح يخلد في اسمهم في التاريخ. في اللي ناوي إنه هو يحصل على لقب البطولة، اللي ناوي إنه هو ينافس، إذا ما حصل على المركز الأول ولقب بطولة، المركز الثاني الثالث، على الأقل إنه هو ينافس ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية، كأس، لقب بطولة. أنا أتكلم هنا في هذه الجزئية تحديدا عن مختلف المجالات. طيب إيش الحل مع هذا الموضوع؟ بالنسبة لي التقنية اللي راح أنا أتكلم عنها وجدوا لها حل في كمال الأجسام أو البادي بيلدينج، توصلوا إلى تقنية تسمى طريقة الدي لود. دي لود تعتمد باختصار شديد، خلينا نتكلم عنها كتعريف، إنك أنت تخفف تمارينك اليومية، تخفف مجهودك اللي بتبذله كل فترة، تخفف
الجهد الكبير اللي بتبذله عضلاتك والأربطة والجسم والأعصاب بشكل معين، تخفف الجرعات بحيث انك انت ما تتعرض لعملية الدروب بسرعة، بحيث انك انت لما تكون واصل الى مرحلة معينة وعندما يأتي الاستحقاق الذي انت تنتظره ما تحصل لك عملية الدروب. هنا عندي في بعض المعلومات اللي انا كتبتها لاني اخذتها من متخصصين هي اللي راح تتكلم عن موضوع الديلود، لانه انا حقيقة ماني حافظها، فلذلك انا عملت بحوث وعملت دراسة عنها من ناس مختصين وجبت لكم بعض الاخبار. العامل الاول وهو الحد من الكثافة المستخدمة، العامل الثاني هو تقليل حجم التمرين، العامل الثالث هو تغيير شكل التمرين، يوجد عامل رابع وهو الاستعانة بحاسبة RM1، هذه تتحكم في نوع التمارين وكمية الغذاء، هذا كله طبعا يتم بالاعتماد على الوزن، بالاعتماد على المجهود اللي انت تبذله. ابحثوا عن حاسبة RM1 وستجدوا عنها تفاصيل كاملة. أنا حقيقة ما عندي معلومات كبيرة عنها لأنه لها الناس المختصين فيها في مجال كمال الأجسام هم اللي راح يفيدكم أكثر عنها. راح أحاول إني أحط رابط عن معلومات عن حاسبة RM1. الفقرة الأولى وهي الحد من الكثافة المستخدمة، هذه مفيدة كثير لعدد كبير من الناس اللي بيقدموا تمارين رياضية كبيرة وما بيوصلوا لأي نتائج. مثلا ممكن يكون لاعب كمال أجسام يتمرن كثير ومواظب على التمرين وتمرينات كثيرة جدا لكن ما في أي تحسن، ما في أي تطوير في العضلة. أيضا بالنسبة للاعبي الرياضات الجماعية زي تخصصنا مثلا اللي هو كرة القدم، ممكن في لاعبين ممكن في فرق تتمرن تمارين ممتازة جدا ولكن ما بتحقق نتائج إيجابية في المباريات، لأنه في هذه الحالة بالتحديد بيكون جسمك محتاج إلى الراحة. إذا أنت ما أعطيته الراحة اللي هو يبغاها عن طريق تنفيذ تقنية الديلود راح هو ياخذ راحة غصبا عنك وراح يسقط في مواضع أنت تكون محتاج فيها لطاقة جسمك وراح يخذلك، وهذا ما راح يسمى بالدروب. ببساطة انك تخفف الضغط اللي انت بتمارسه على عضلاتك اثناء التمرين، الراحة والاسترخاء واعطاء جسمك الكمية المناسبة من الانتعاش اللي يحتاجه. فترات الراحة اللي انت واضعها لنفسك تحاول انك تغير فيها، بمعنى انك تحاول إعادة جدولتها، تحاول تقسيمها بطريقة أخرى، طريقة تكون مناسبة عشان تطبيق عملية الديلود، بحيث أنه يتم إعادة شحن عقلك وجسمك بالطاقة اللازمة. توجد العديد من الطرق للاسترداد أو الاستشفاء العضلي، يجب التنويع في هذه الطرق، بمعنى استخدام جميع الطرق الممكنة. طبعا طريقة الاسترداد والاستشفاء العضلي تتم بأفضل طريقة ممكنة بالاستعانة بخبير في هذا المجال، بحيث أنه يكون متناسب مع الأهداف اللي انت حاطها لنفسك. والله أنا عندي بعد فترة معينة استحقاق رياضي، لازم أنا أتمرن عشان أقوي نفسي على أساس أني أنا أدخل في هذا الاستحقاق الرياضي، عندي مسابقة، عندي بطولة. طيب قديش أنا راح أتمرن في فترة الإعداد؟ قديش أنا راح أتمرن عشان أدخل هذه المسابقة؟ ما هي الكمية المطلوبة اللي يجب عليها أني أبذلها؟ وما هي كمية المجهود أثناء الاستحقاق الرياضي؟ عوامل التمرين اليومي والضغوطات النفسية والجسدية والعصبية والجسمانية بالإضافة إلى الفترة الزمنية، كل هذه العوامل مؤثرة ويجب أخذها في الحسبان. يجب أنك أنت تهتم لهذه العوامل. بالنسبة لهذا النوع أنت ما راح تستخدم إلا ما نسبته من 40 إلى 60% من الجهد الخاص فيك اللي هو 1RM. إذا ضربنا مثال في كمال الأجسام مثلا انك تستخدم حوالي نصف الوزن اللي انت تستخدمه عادة، حتى التمارين اللي انت تأديها تكون اقل وتحت اشراف خبير بنسب معينة مخفضة، بمعنى انك ممكن تصل الى تأدية ما يقارب من 50% من التمرين فقط، بمعنى الابتعاد عن التمارين التي قد تشكل اصابات او حمل عضلي زائد او اي نوع من انواع التأثير السلبي على الجسد. أيضا تقسيم التدريب كمجموعات، ومن خلال عمل مجموعة من التمارين من خلال بذل مجهود صغير. من أهم أهداف خطة الديلود إنك تبتعد عن الإصابات. إذا أنت ابتعدت عن الإصابات معناته أنت بخير، معناته جسمك قادر على العطاء وعلى بذل مجهود أكبر، مش بس في خلال التمارين بل والأهم في خلال الاستحقاقات الرياضية، خاصة المواضع اللي يتم إصابتها بسهولة مثل المفاصل والأوتار والأربطة العضلية، بحيث أنك أنت تخفف الضغط عنها اللي كان موجود أثناء التدريب المكثف في حصص التمرين الماضية، وفي الوقت اللي أنت ما كنت قادر من خلاله على الحصول على الراحة الكافية والتامة واللازمة تزيد فترات الراحة. كل هذا ضمن مخطط سليم لبرنامجك التدريبي اليومي.